انا يمكن اول انسان على مستوى العالم يفرح ب 2026 بدايته. التطبيق به اكثر من 150 تصنيف رئيسي وفرعي. تعيين يعني سجن او مقبره، مجرد داوم 30 يوم يعطيك مقابل اجر. احنا اليوم كنا بمحافظة ميسان وتحديدا مدينة العمارة. جينا نلتقي صاحب تطبيق دليل ميسان اللي هو تطبيق ضروري جدا والوحيد داخل المحافظة. اتمنى من اهالي ميسان والشباب يدعمون هذا التطبيق ويساعدوا صاحب التطبيق حتى تكون الدليل او الجايد الرئيسي بالمحافظة للسياح اللي يجون من خارج المحافظة. تابعوا الحلقة وشوف الصعوبات والتحديات والمعوقات والخبرة من صاحب التطبيق، وأنا كلش أشكرك. ممنون منك حبيبي. نورتنا. تابعونا رحالة التطبيقات. مرحبا مصطفى. مرحبا حبيبي. شلونك عيني؟ الحمد لله الله بخير. الله يخليك. ليش تطبيق دليل ميسان؟ خلال تطبيق دليل ميسان جمعت كل احتياجات الإنسان داخل المحافظة بمكان واحد. حلو. طيب خل ناخذ معلومات شوية عنك. نعم. شنو كانت وظيفتك؟ وين كنت تشتغل؟ شنو خريج شنو؟ قبل ما اسوي التطبيق انه انا كنت يعني ادرس هندسة حاسبات. ففكرة التطبيق من 2022 يعني 4 سنوات. صار له هواي. اي هواي. لكن بقيت انه ما تركته بصورة عامة، بقيت اشتغل عليها شوي 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 شوي. بنفس الوقت بما انه هو جامع لمحافظة ميسان لازم اخلي كل معلومات مكان او كل شيء داخل يعني التطبيق ولسهولة استخدامه بصورة عامة. أنت خريج حاسبات؟ حاسبات نعم. أنت صممت التطبيق؟ اي نعم انا صممته. بس كانت هي هواي مشاكل يعني داخل العراق انه ما يبي سوق البرمجيات او المهندسين سيرفر وغيرها من الامر. فصراحة ما قدرت انه انا اشتغل وحدي، لكن بصورة عامة رحت الشركة جزاهم الله خير الجزاء انه هم ابدا ما قصروا وياي. اعطيتهم الفكره وهذا، فمجرد هم برمجوا لي الفكره بقيت انا اشتغل عليه. زين. انت عندك معلومات او نعم. شهاده اي تي خلينا نقول. صحيح. الشباب او الاشخاص اللي ما عندهم معلومات عن التطبيقات هل يقدرون يطبقون افكارهم ويحولوها الى تطبيقات؟ جدا طبيعي. اليوم بعالم التطور اي شيء تقدر تسويه، اي فكره عندك تقدر تسويها الى تطبيق. مجرد انه تتعب عليها، تدرس فكرتك شنو بالضبط، المستهدفين شنو تستهدف بالضبط، غيرها من الامور وتقدر تشتغل عليه. زين. دليل ميسان. نعم. ليش هذا الاسم مثلا؟ ليش مو اسم اكثر خلينا نقول اغرب شويه؟ لو اكو شيء هنا فد غرض من عنده. انا من يعني من محافظه ميسان مدينه العماره بالتحديد. كاسم دليل باللغه العربيه هو شامل للكل، يعني يدل الناس يعني الكل شيء دليل. كدليل ميسان هو خاص بمحافظه ميسان، انه كل ما يخص محافظه ميسان كل ما يخص المواطن الميساني يلقاه داخل التطبيق بضغطه زر. كل واحد من يسوي تطبيق يمر بمرحله صعبه بالبدايه. صحيح. يعني مثلا شلون يصمم، شلون هوايه شغلات. شنو كانت مراحل الصعبه بالبدايه؟ بالبدايه كفكره التطبيق انه الصعوبه به انه تطبيق الكتروني، وللاسف الشديد بلدنا الحبيب العراق ماكو شيء يعني فد مجموعه كامله مثلا كمنظمه او كنقابه او كاشخاص مبرمجين هنا الشيء. بنفس الوقت هي مشكله النت السيرفر، انه انت يوم من عندك تطبيق لازم ما يطفى من النت اكيد 24 اكيد ساعه. هاي مشاكل تقنيه بصوره عامه. احنا بالعراق عندنا هاي المشكله جدا كبيره، يعني مثلا فتره الامتحانات او خارج الامتحانات غيره فيفصل النت، فانه لازم انا اسوي سيرفر خاص بي، والسيرفر لازم اربطه بالشبكه العراقيه، والشبكه العراقيه ما بيها انترنت، فهاي اكبر مشكله واجهتها. طيب يعني اذا احنا نريد او شخص مثلا يريد نعم. شاب يريد يسوي تطبيق، تفضل بانه هو يبديه هو يكمل كل شيء ويتعلم كل شيء لو قبل يروح للشركه؟ والله انا افضل انه هو يتعب على نفسه. لان انت اليوم من تبني لك سلعه او تسوي لك بيتك مثلا من تبني بايدك تحس بطعم خاص به، انجاز حقيقي داخل نفسك وتفتخر امام الناس بهذا الشيء. لكن من تطيب كمقاول لا ما يصير يعني ذاك الافتخار يعني جيد. بالاضافه الى انه انا حسب
خبرتي اي مشروع او اي شيء تريد تشتغله لازم انت تشتغل بيدك صحيح. حتى تعرف سر المشاكل. المهنه والمشاكل أي واللوف والدوران، وراها من تضبطها حتى لو معلومات رئيسيه تقدر تروح تحكي ويا شركه ويا مطور او مبرمج. يعني هنا انت راح تفهم اللغه اللي هو يحكي بيها. تفتهم هذا. انت اليوم اي واحد كتطبيقات بصوره عامه من يسوي لازم يفهم شلون تشتغل التطبيقات، فعلا شلون يعني في المشكله ما مشكله لازم يفهمها. بنفس الوقت يكون يعرف من الصغيره للكبيره، يعني من الالف الى الياء يعرف خاصه بالتطبيق. يعني مباشر عقبه من واحد يساله بصوره عامه يجاوب سؤاله، ما يصير متلكئ او هذا الشيء، لازم يكون يعرف كل شيء بصوره. زين انا احب اسالك شغله. تفضل. منو دعمك؟ يعني لازم اكو واحد دعمك بالفكره بالاسم بالتطوير؟ صراحه كفكره التطبيق 4 سنوات براسي من 2022 لحد 2025 يلا اشتغلتها. بس انا مشتغل على الفكره ومصر اصرار شديد انه انا انجحها بيدي. هو يعني ما نقدر نقول ما حد دعمني. صراحه انه انا 6 اشهر ضام فكره التطبيق بصوره عامه على اهلي واصدقائي وما شابه. يعني ما مطيهم اي مجال بصوره عامه. زين. للسبب انه اسوي لهم مفاجاه. حلو. اي بس صراحه يعني بعض اصدقائي المقربين يعني هم 2 3 من اعلنت على التطبيق مباشره هم وقفوا وياي ودعموني. قلت لي من 2022 2022 الفكره ببالي. زين. والتطبيق صار يعني التنفيذ بال 25 بديت بيه بعد يعني فعليا يعني. زين. هاي تقريبا 4 سنوات 3 سنوات. اكو فد وقت قلت خلص ما اعوف الموضوع تركته ما لي خلق بعد؟ والله صحيح صارت مثل الاحباط خلال فتره معنيه اللي هي 2023 24. المشكله عندنا احنا اليوم الانسان لازم يدور على معيشته، اما الافكار الثانيه يلا يشتغلها. من بعد التخرج انا تخرجت بسنه 2023 ما اقدر ادخل مباشره على انه اسوي تطبيق، لازم انه اعمل، لازم انه اشتغل على مود اعيش، وهذا يعني الحياه طبيعيه هذا الشيء. لكن مع كل هذا انه فكره التطبيق بقت براسي ما طلعت. بنفس الوقت قلت انه انا لازم اخدم محافظتي العزيزه ميسان واطورها واطور من سهوله المواطن اليوم وسهوله الانسان، كل شيء يلقاه داخل التطبيق مكان واحد. اكو اي دعم حكومي او لا اهلي خلينا نقول او المستثمر؟ لا يعني. لا ماكو اي دعم. انه انا فكرتي بعد انا ما دام عندي فكره نقول فريده من نوعها، فكرتي يعني جيده، على شنو انه اروح للاخرين اخليهم يدعموني؟ اذا ما انا اتعب عليه اذا ما انا انجحها هاي فكره فاشله باعتبار. زين. انت من سويت تطبيق دليل الميسان ما خفت او شنو كان خوفك؟ مثلا دليل الميسان راح شلون ينتشر، الناس شلون راح تستخدمه، شلون تقنعهم؟ صحيح. اليوم بما انه انا سويت تطبيق دليل ميسان وخاص بمحافظتي اللي هي ميسان ومدينتي العماره بصوره عامه، انه انا لازم انجح التطبيق من خلال فكرتي ومن خلال انه اشتغل عليه قدر الامكان انه اوصله لاهل محافظتي واوصله للسائحين الاخرين في كل مناطق العراق. بس المشكله تدري شنو؟ يعني هوايه من اصحاب التطبيقات يواجهوها بالبدايات، اللي هي احنا كمجتمع شويه نتخوف او نخاف من تطبيقات وما عندنا الوعي الكافي حتى نستخدم التطبيقات. خليت ببالك هذا الشيء؟ نعم انا خالف هذا الشيء. المشكله المجتمع العراقي اليوم ما يستخدم التطبيقات بصوره عامه، يعني كتطبيقات موبايل وهذا الشيء معتمد انه شو الفطره انه يدل ما يدل غيرها من الامر، يسال ما يسال. لكن انا يوم سويت التطبيق بصوره عامه جعلت كل محافظه مكان واحد يحتوي على اكثر من 150 تصنيف. انت اليوم احنا مثلا عندنا ارتفاع درجات الحراره وعندنا مثلا بالصيف توصل 50، ما معقول يجلس السلعه يروح يطلع يروح يدور او يسال او ما شابه. بعدين صار التطبيق يدخل على التطبيق شلون يلقى من اي قسم يدخل يلقى المحلات وغيرها من الاماكن السياحيه. هاي تفاصيل التطبيق هاي بعدين نحكي عنها. اللي الحلو بدليل ميسان مثلا المنطقه سياحيه. صحيح سياحية. والناس هواي يجون، فانت استغليت ثغره كلش حلوه. الله يسلمك. خلينا نلعب لعبه الارقام. اي حلو. اي تطبيق اذا بيه ارقام داونلود او يوزر الشهري اليوزرز استخدام هذا يدل على انه التطبيق قوي، وبالاخص صحيح. اول 6 اشهر. تقدر تقول لي كم عدد الداونلود عندك حاليا؟ عدد الداونلود بسوق بلاي لاجهزه الاندرويد بين 1000 وال 5000. حلو. كذلك الابل ستور خلال انا يوم 25/12
2025 اعلنت على التطبيق الرسمي، يعني كصيغه رسميه. تقريبا مجرد اسبوعين 15 يوم هاي التنزيلات، وفي تطور اكثر. يعني البلاي من 1000 الى 5000. نعم. والاي او اس صار شهر 12. بسوق بلاي نزل تقريبا 31/7/2025. بس تعرف النظام ابل ستور شوي مزعج يعني. صراحه صحيح. واكثر تطبيق يعني اذى او تعب الشركه اللي اعطيتها لهم، دائما يرفضون بدون اي اسباب. ما اعرف لانه برمجه عربيه او عراقيه او هيك شيء، لكن مع هذا انه انا ما بقيت انه استسلم، بقيت الح بالرفع. ودائما كل ما يسوون رفض نضيف شغله جديده للتطبيق، حد يعني الحمد لله والشكر وافقوا عليه بشهر 11. هو صراحه يعني حتى الشباب يعرفون منه، كان موضوع البلاي ستور وفتح حساب البلاي ستور كان كلش صعب، او نهائيا ماكو تقريبا، يعني لازم مجنس او جنسيه خارجيه. لكن شهر الخامس انفتح هذا الموضوع، الحظر ما بقى، فاي مبرمج عراقي يقدر يفتح حساب بلاي ستور. هاي الشغله كلش مهمه كلش محترمه. زين. خلينا نقول مثلا الاقسام اللي بيه، خلينا ندخل بالتفاصيل شوي. نعم. الاقسام اللي بيه كم قسم اذا نعددها، واذا تقدر تنطيني مثلا كل قسم المشاركات شلون تكون، الناس متفاعلين وياك؟ نعم. التطبيق به اكثر من 150 تصنيف رئيسي وفرعي. حلو. هذا يعني من ضمن مثلا الاطباء تصانيف فرعيه غيرها. بنفس الوقت التطبيق يحتوي على اهم قسمين اللي هو خاص اليوم بحياه الانسان، اللي هي اوقات الصلاه وقسم الوظائف. حلو. مباشره اي واحد يفتح التطبيق يدخل راح يلقى اوقات الصلاه وقسم الوظائف، بالاضافه الى التاريخ والوقت الخاص في محافظه ميسان بالتحديد، انه يعني مو على خط اخر، لا كله هو خاص بمحافظه ميسان. كذلك هم اوقات الصلاه خاصه بمحافظه ميسان. زين، نرجع على القسم المهم جدا يعني صراحه، اللي هي الوظائف. الوظائف نعم. عندك اي اشخاص توظفوا عن طريقك لو بعدها؟ انا يمكن اول انسان على مستوى العالم يفرح ب 2026 بدايته. وهي انا من اعلنت به بيوم 25، فاحد الاشخاص انه قال اضاف نفسه داخل قسم الوظائف، هو الاضافه كلها مجانا استخدامه هذا الشيء. فدز لي رساله الساعه بالوحده وشوي يعني بالدخول اليوم الجديد. زين. قال لي اخوي انا لقيت شغل ورحم الله والديك. هاي كانت كلش كبيره عندي عن طريق التطبيق مالك. نعم. هم المطعم متصل عليه داخل التطبيق وشايفه متصل عليه وموظفه. شفت شيء بالتطبيق مالك؟ وخلينا نحكي المشاكل نعم. اللي تواجهها والتحديات. بين اكو اشخاص يخلون بالوظائف، يعني ينطون CV مالهم بالوظائف، يعني ما يخلي صاحب الوظيفه او صاحب المحل او الشركه يعلن عنه، صاير اكو لغط بينه. نعم. فاذا تقدر توضح لنا هذا الموضوع شنو؟ المشكله اليوم كشاب العراقي، اغلب الشباب العراقيين عاطلين عن العمل، فانت تلقى فرص العمل المتاحه قليله. صح. عكس العاطلين عن العمل. فمن شرحت للناس غيرها، فاكثر تقريبا من 250 اسم مجرد يردون يشتغلون داخل قسم الوظائف، فصار اللود اكبر. بالاضافه انه الوظائف المتاحه جدا قليله، ما بيها يمكن 5 أو 10 وظائف متاحه، فصار الضغط كله على قسم الوظائف، لدرجه انه خطيه بعض الشباب قاموا يروحون للمطاعم والاقسام الاخرى يتصلون بهم في سبيل انه يلقوا لهم وظيفه. زين. اذا نقدر نقول او نطمح بانه نضيف شركات جديده او اماكن جديده يخلون وظائف داخل، يعلنون عن توفير وظائف داخل. نعم. شلون طريقه التواصل وياك؟ شلون تصير؟ شنو الاليه؟ بالعكس انا اول شيء متعاون مع الكل، والتطبيق هو لخدمه الانسان قبل ما يخدم محافظتي العزيزه. نعم. احنا بصوره عامه اي شركه او اي محل اي مطعم اي شيء بصوره عامه عنده وظيفه متاحه او فرصه عمل، عنده طريقين. يقدر ايضا بخانه اضافه وظيفه من ضمنها داخل التطبيق، او يقدر يراسلنا على الواتساب، هم موجود واتساب مالتنا واحنا ننشره، الا هو مجانا. حلو. تدري يعني تطبيق مثل هذا ضخم صراحه. صحيح الله. ويحتاج موظفين ويحتاج اداره ويحتاج صحيح. استثمار همينه، بس شفته كله مجاني. نعم. زين، شلون راح ترهم هذا الشيء مجاني وخدمه كبيره وعملاء وموظفين؟ صراحه اولا انا ما عندي موظفين، انه كل اللي شفته الناس اللي تشوفه داخل تطبيق دليل ميسان هو كله بارادتي. وحدك؟ وحدي، انه انا ارد على الرسائل، انا اضيف اماكن، كذلك انه انا اسوي الاقسام الاخرى كلها دايرها به.
طبعا. بس عندي بعض الاصدقاء جزاهم الله خير الجزاء هم يساعدوني من خلال التصوير، وبعض المقربين وغيره يساعدوني من خلال المشاركه، يعني اللايك تعرفوا اللايك يعطي التعليق غيره، فهذا الشيء. كموظفين ما عندي قلت لك يعني. بنفس الوقت اليوم الناس من اروح لهم واقول له يا ابي مثلا مجانا استخدام هذا الشيء، يقول لي انت ايش مستفاد؟ اليوم كنا نخلي حياتنا مو عباره عن مال، مو عباره عن جني اموال، لا اليوم كخدمه. اليوم كفكره تطبيق الانسان من يخدم اهله ومحافظته وناسه هاي كلش كبيره عندي. اي انسان يدخل تطبيق دليل ميسان ويستخدمه ويندل بدون ما يتعب هاي كلش كبيره عندي. بالاضافه يعني لعله بالمستقبل اخذ اشتراك رمزي ضروري يعني فقط من المحلات التجاريه، يعني كمكان تجاري فقط. اما الاماكن العامه مثل معالم ميسانيه، المساجد، المراقد، اوقات الصلاه، قسم الوظائف غير هذا كله مجانا. شوف خلي اوضح لك فد شيء. احنا صحيح نخدم المجتمع صحيح ونخدم الشباب، يعني أنا كهمن مراد تعرف يعني جاي اسوي شغلات كلش مجاني الله يحفظك، وعندي شغلات خيريه دا اسوي، لكن بالمقابل الاعمال الخيريه اذا ما بها استدامه فراح تنتهي وتفشل. صحيح. فاليوم اللي انت تقرر بانه يصير اشتراك فهذا حقك، هو مو شلون نقول لا مبالاة وتريد تصير بزنس، لا هذا حقك، لان انت عندك كوست كلش عالي، اوبريشن كوست مالك راح يوصل بالالاف الدولارات بالسنه وانت ما تدري بنفسك. صحيح. فضروري جدا يكون هناك اشتراكات، وحتى الناس اللي راح يشوفون الفيديو مالنا ويشوفون التطبيق مالك يا ريت يساعدون بالاشتراكات ويفهمون موضوع الاشتراك اللي هو 10,000 دينار 15,000 دينار، اقل شيء 5,000 دينار بالشهر، هي لا شيء، يعني جديات لا شيء بالنسبه للشخص عنده محل، عنده صيدليه، عنده فندق، عنده ما اعرف ايش. 5,000 10,000 بالشهر لا شيء هو بالنسبه، لكن الك هوايه لان انت راح تجمع اعداد كبيره، فهذا كلش ضروري. اي يمكن الناس عبالها البعض او الاغلب الناس ما تعرف انه التطبيق من ينزل على السوق بلاي او ابل ستور على الموبايل بصوره عامه هذا مو شيء مجانا. اكو شركات عالميه كبرى تاخذ من عندنا اجور، لازم انه انا ادفع لها صح سنويا اجور، وكذلك انه السيرفر اللي هو خزن المعلومات هذا داخل التطبيق مخزون داخل السيرفر، هذا هم ياخذون عليه اجور. بالمناسبه انه الاجور اللي اخذها مثلا من الاماكن التجاريه مقابل 5 6 او 7,000 اقوى اشتراك عندي، هذا مو الي بالمناسبه، هذا الي انا همين ايضا انه عندي مصممين، مثلا انه انا اصمم ومشترك ببرامج تصميم خاصه، هذا ياخذ وقت ياخذ جهد. بنفس الوقت انا عندي 6 منصات مو فقط على السوق بلاي وابل ستور، عندي انستا وتيك توك وفيس، قناه بالتليجرام ويوتيوب ومنصه اكس. هذا يعني من ضمن الاشتراك انه انا انشره على كل المنصات. نعم. ومستهدف جميع طبقات الناس. حلو. طيب مجتبى بعد 2 3 سنين مثلا دليل الميسان وين تلقاه، وين تريده يوصل؟ ان شاء الله بإرادة الله وبإرادتنا بعد 2 سنين ويكون مصدر رزق الي الاشخاص اللي راح يعملون وياي ويخدم كل ابناء المحافظه وكل زائر كريم. حلو، يعني انت مفكر بانه هو يصير بزنس؟ نعم مفكر خاصة. ويخدم المجتمع، لان الشغلات الخدميه اذا ما بها ايرادات هاي مشكله صراحه. مشكله تكون كبيره جدا. حلو. زين كدليل ميسان عندك فد جمهور معين تستهدفهم؟ كتطبيق دليل ميسان استهدف جميع فئات المجتمع، من الشباب اللي هو قسم مثلا الوظائف، كذلك الاطفال، الصم والبكم اللي ما يعرف يقرأ ويكتب مجرد ما يتصفح التطبيق راح يعرف من خلال الأشكال والواجهات، وعامة الناس يستهدفها. كم لغة التطبيق؟ حاليا بس باللغة العربية، لأن احنا محافظتنا أغلبها تحكي لغة عربية. زين. أسعى للتطويره. أنا أتصور هسه هواية تطبيقات راح تجي تقول لغة، تطبيقات دي يسووها أجنبية مثلا إنجليزي عربي، أو مثلا إنجليزي عربي كردي. بس اكو لغه انتم تستفادون منها هوايه اللي هو اللغه الفارسيه. صحيح، من خلال الزائرين الامام الحسين الزومبيه. اللغه الفارسيه ضروري جدا نضيفها. والله انا ببالي هو 4 لغات انه اضيفها، العربيه الاساسيه والانجليزيه كذلك الكرديه لان هي هم لغه رسميه طبعا. في بلدنا الحبيب العراق، واللغه الفارسيه. حلو. اسعى اكثر شيء. ضروري لان انت زائر، لان انت قلت استهدف جميع الفئات. جميع الفئات. ومن ضمنهم السواح او السائحين او الزائرين. فلازم يكون عندهم فد لهجه خاصه، واللي هي الانجليزيه تقريبا تعتبر اللغه العامه للناس. الدول. ايه صحيح. اخر سؤال تفضل. اللي هو حضرتك شاب
وطموح ما شاء الله الله يسلمك. ومسوي فد شيء كلش كبير، احتمال بعض الناس يقول اوكي شنو دليل انا ما اقدر اسوي مثله؟ لا، صعب جدا، صعب جدا صعب. زين، شنو تنصح الشباب اللي مثلا بعمر حضرتك او اللي بعدهم مثلا بالدراسه بالنسبه للتطبيق، خلينا نحكي كبزنس تطبيقات، شنو تنصحهم؟ شلون يبدون؟ شلون تجيب الفكره؟ وين يروح؟ وين يتوجه؟ شنو يتعلم؟ الانسان بصوره عامه من كان طفل يحاول انه يقف ويطيح بصوره عامه. كل شاب ان كان خريج عاطل عن العمل لا ينتظر التعيين. تعيين يعني سجن او مقبره، مجرد داوم 30 يوم يعطيك مقابل اجر ثابت، لكن انت بنفس الوقت انه تندثر، يصير عمرك 60 70 سنه تطلع تقاعد ما مقدم انجاز حقيقي. لكن انت اليوم كخريج معني اي فكره عندك تخدم الناس وتخدم المجتمع اشتغل عليها واتعب، حتى لو فشلت انت ما دام محاول لازم تنجح، لازم انه تنجح. انا اشكرك هوايه حبيبي الله يسلمك. قبل لا اختم، عندك اي كلمه شيء للشباب اللي تحب؟ مو بس للشباب، كتطبيق، تطبيق دليل ميسان يعني بميزه يمكن ما حد ملاحظها، اللي هو شغلتين يخدم، مو كناس عامه. نعم. يخدم الصم والبكم. حلو. ويخدم الناس الاميين اللي ما يعرفون يقرون ويكتبون. من خلال التصفح داخل التطبيق دليل ميسان، بالعلم انه انا هم رحت شرحت لهم، عندي هم مترجم خاص يعني من خدمات انسانيه انا موفرها. الصم والبكم ما يفهم علينا انه نحكي، صح. واحتمال ما يعرف اللغه العربيه او باقي اللغات، لكن يعرف بالاشارات، يعرف بالاشكال الهندسيه او غيرها. مباشره اي واحد يدخل التطبيق مثلا من يلقى اطباء راح يلقى السماعه وقلب الحب، هاي ترمز الى الاطباء. صح. مثلا جسر السراي هو يرمز الى محافظه ميسان. المطاعم كذلك النخال مثلا الاكل. الصيدليات اللي هي علب الدواء، يعني كل قسم مخليه فد لوجو فد شعار خاص به يوضح به. واهم قسم عندي مثلا خدمات عامه النخال ايدي، عطاء، تمثل حلو. انه الايد للعطاء. حلو. ورمز بها كذلك. وارجع انه اي واحد كان شاب داخل العراق اشتغل على نفسك واتعب، حتى لو تفشل انت حاول. يوم النجاح مو بيوم وليله، كل انسان اليوم اللي وصلنا عليه احنا ما اجينا بيوم وليله. الله سبحانه وتعالى من خلق الارض ما خلقها بساعه ولا خلقها بيوم، كان هو يقدر بس ما سواه، بقى 6 ايام او 7 ايام. وهذا يدل دلاله على انه احنا لازم نصبر على الاشياء الناجحه. عاشت ايدك، كلش عاشت ايدك، وكلش تشرفت بك. انا اليوم ان الشرف الله شاهد، يعني تسلم. فرحه اللقاء واحد وفرحتنا من اجيتوا. الله يحفظك. من اربيل، الله يسلمك، محافظتنا العزيزه ميسان، قطعتوا هاي المسافه كلها في سبيل تصور يعني كمحتوى عراقي. حلو. انا اشجعك واستمر بهذا الشيء. الله يخليك. بارك الله فيك. الله يسلمك حبيبي.